ما نقبلش بأي حال من الأحوال باش الجزائري يسكن في ان بيدونفيل. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه ومساءكم سعيد كيف العاده. تفرجوا معايا في هذا الفيديو هذا وشوفوا شنو قال رئيس الجزائر في الخطاب امام النقابين. كيقول ان الجزائر هي الاقتصاد الثالث في افريقيا، troisième économie d'Afrique، وكيقول كذلك ان الاستيراد ممنوع الاستيراد. دبر راسك، ما تكلمني ما نكلمك. وكيقول ان القطره ديال ليسونس ممنوع انها تدخل لبلادو. ما نبغيش قطره تاع ايسونس تستورد للبلاد. وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار. انتم شاهدين معايا ان اول مره في تاريخ الجزائر المستقله ما فيش وعود انتخابيه، في التزامات مكتوبه. راني نكتب ونعطيك ها باش نلتزم، وتبعني وحاسبني. على هذا الاساس اللي جا الحراك المبارك بيسلك هذه البلاد. القيمه تاع الدينار، ورانا بدينا اليوم الدينار ترفع ديجا ب 4.5%، قليل ولكن هذه البدايه. مسافه 1000 ميل تبدا بخطوه، المهم رانا نتقدم ماناش نتوخر. ما نقبلش بأي حال من الأحوال باش الجزائري يسكن في ان بيدونفيل. أفتخر وأقول أن السكن لن نوزع فيه على الجزائريين وكل يستحقوا. ساكن جزائري 100%. السيما نتاعنا، لافايونس نتاعنا، البلاطر نتاعنا، لوران بيطون نتاعنا، لي فناتر نتاعنا. والاقتصاد الوطني اليوم أقولها بكل فخر وشرف أن الإنتاج الوطني تاعنا بدأ يبرز في الداخل وفي الخارج. في 2018-2019 كنا نستورد ما يقارب 750 مليون دولار تاع كيتشوب، مايونيز والتفيش مثل هذا. لما درت النيف الجزائريين اليوم عندنا من أحسن إنتاج تاع هذه المواد، وراه تباع في الخارج. وخلقوا ما يقارب 22,000 منصب شغل. 22,000، راه غير الدول الغربية اللي تتكلم بآلاف مناصب شغل. إذن الجزائريين تكون لهم الفرصة الأولى للبداية، من بعد كل واحد والدكة نتاعو. لا بروميير شونس il faut la donner à tout le monde sans exception. رفع الغبن، شغل أجور، رفع الغبن على المواطن الكادح، على الطبقة الشغيلة، الطبقة الوسطى. هذيك هي الركيزة تاع البلاد. نهاية 24 عندكم الريفريجاتور ميد ان الجيريا، ان تيليفيزور ميد ان الجيريا، اون ماشين ا لافي ميد ان الجيريا. وصلنا عشرانة الجيش الوطني الشعبي اللي خايفين منه من بعيد، ولكن الركائز تاع الاستقلال هو الجيش القوي والاقتصاد القوي. وما عندنا حتى عقدة في هذا المجال، ما عندنا حتى عقدة. هذا هو. تجيني بالكلام الحلو، معليش كلامك راني نديرو على جهه، بصح راني شاد حجرة في يدي، تخرج على الصف نعطيك. هذا أنا نلح، وراني في سنتين نلح ونوصل لها إن شاء الله. الرقمنة ثم الرقمنة.
من أول حكومة في 91 دخلت فيها إلى يومنا هذا 3 ملايين هكتار تاع حبوب نحرتها ونزرعها إلى آخره. لما درنا تحريات حقيقية لأن يستحيل باش الجزائر تبقى في الوضع اللي فيه. وجدنا عمرنا ولا حرتنا أكثر من 1,800,000، يعني 1,200,000 كانت كذبة، كان والو. ما عارفينش شحال عندنا من رأس. كانت آخر 24 بداية 25 ننتج السكر نتاعي. ننتج سكر، ولا كان نصدر ما نصدرش السكر اللي مستوردو، نصدر السكر اللي نتجته. وعلاش؟ ما فيش مديونيه، والتزمت انا باللي ما ندخلش في المديونيه ابدا، وفاء لشهدائنا الابرار، وفاء للناس اللي ضحوا على هذه البلاد. قال ممنوع الاستيراد، دبر راسك، ما تكلمني ما نكلمك. ورفضوا التحدي، العمال تاع نفطال والعمال تاع كذا رفضوا التحدي. رانا في سنة عندنا إمكانية تصدير ليسانس غازول. الجزائر اليوم حبة من حب وكارهة من كاره بالأرقام. الاقتصاد الثالث في إفريقيا. 2026 إن شاء الله، 2027 في النصف تاع 2027 الشيء اللي نخدموا فيه نقوموا به والقرارات الناتج الخام تاعنا يولي يدور حول 400 مليار دولار، يعني نصبحوا الاقتصاد الأول أو الثاني. المرتب اللي أقل من 30,000 دينار ما يدفعش ضرائب ولا الرسوم. مع اللي نرفع له المرتب تاعو إلى 50,000 60,000 دينار يدفع الضريبة تاعو، ولكن في الوقت الحالي ما يخلصش. لحد الأدنى الأجور رفعناه، نزيد نرفعه إن شاء الله. صندوق النقد الدولي رغم الضغوطات نتاع اللوبيات وانتم عارفين شكون باش يقزموا الجزائر ما قدروش، لأن الأرقام تبين باللي النمو السنوي تاعنا نسبة النمو كانت ب 4.1 4.2 4.2 يعني خلقت ثروة وخلقت مناصب شغل وخلقت كذا. بينما دول قوية علينا، يعني بعاد علينا، نسبة النمو تاعهم عمرها ولا تجاوزت 1.2 1.4. ونحط كل الإخوان والأخوات باش يزوروا المعرض المقبل إن شاء الله نتاع الإنتاج الوطني وتشوفوا واش تغير في بلادنا.